السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. صباح الجمال، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة وقلبكم طيبة. بصوا أنا هفطر النهاردة، عملت كسرت كده بيضتين، قليتهم بحتة جبنة قريش، وكان عندي طبق عسل باقي من قبلها بليلة، فقلت بقى ان انا ايه استغله وان انا ايه احطه، لاني كنت عايزة اكل انس يعني معايا، فقلت بقى ياكل بيض بدل ما ناكل الحادق، ناكل ايه المسكر. هو اللي بيزني جنبي ده اتزنين. المهم يا بنات، فبعد ما خلصت قلت بقى ايه، في بدايه اليوم بقى لي كتير ولا عملت قرص ولا عملت كيكه ولا عملت حاجه خالص، فقلت بقى ان انا ابدا كده ان انا اعمل لهم ايه, كيكه. و لا مش هعمل لهم كيكه، اسفه يا بنات معلش، اعمل لهم قرص. خبز الحليب يعني بصراحه جميل جدا، وبينفع بقى في المدارس بقى سندوتشات، في الحضانه، في فطار ليك الصبح، مش شرط يعني للاولاد، فهو في البيت حاجه حلوه. انا بحب دايما اعمل الحاجات دي في البيت. تعالوا مع بعض كده نشوف المقادير. عندي كيلو من الدقيق نخلته يا بنات. اهم حاجه ان انت ايه، تنخلي الدقيق في اي مخبوزات، اي معجنات، اي كيكات، انخلي الدقيق تمام. طبعا كيلو الدقيق حطيت عليه رشه من الملح، كيس خميره كامل، معلقتين من السكر، حطيت معلقتين كده من لبن البودرة. ده اختياري، متاح عندك ماشي، مش موجود عندك خلاص مش مشكلة تمام. حطيت كمان هنقول معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وقلبت كده المواد الجافة كلها ايه مع بعض تمام. بعد كده نزلت بمعلقة خل، ومقدار ربع كوباية من الزيت، يعني المقدار ربع كوباية من الزيت. وجيت هنا فصلت البياض عن الصفار، اخدت البياض هعجنه مع العجين واخلي الصفار للوش تمام. يعني انا اخدت البياض ان انا اعجنه مع الخليط بتاعي، والصفار انا عينته ايه اللي انا ادهن بيه ايه الوش تمام. وعندي هنا لبن رايب، اللي هو اللبن اللي هو بنيجي مثلا تغليه وتلاقيه قطع ده بيبقى كويس جدا للمعجنات بصراحة، بيخليها تحفة. فالمهم ان انا حطيت ايه مقدار كوبايه كده معايا، وقلت بقى ان انا هبتدي ان انا اعجن، وكملت الباقي ايه ميه. ما كانش عندي لبن بصراحه، يعني هو خبز الحليب، بس انا قلت بقى ادينا حاطه فيه لبن اهو. لان ان انا اعمله بميه خالص صافي كده لا، لكن لما تحطي مثلا فيه اللي هو زبادي او لبن او رايب، يعني ايه مقبوله شويه، فمين هيطريه ويبقى حلو، وفي نفس الوقت برضو ايه هيبقى طعمه جميل وحلو. المهم بدأت بقى ان انا ايه ازود كده واحده واحده، وان انا ايه آه لحد ما احس ان خلاص كده القوام معايا ايه اتماسك. ما تزوديش، ما نزودش ميه كتير يعني. المهم بعتذر على صوت الراجل اللي كان معدي ده، انا فصلت بس كده لحد ما عدى الحمد لله وخلص، واكمل معاكم بقى في هدوء. فالمهم ان احنا ما نزودش ميه كتير، بحيث ان احنا ايه ما الدنيا العجينه يعني ايه ما تسيحش مننا. هي هتلزق منك الاول، افضلي عجيني فيها عجيني فيها عجيني فيها لحد ما تلم معاكي وتبقى معاكي تمام. بعد كده هاتي ان احنا حطينا ربع كوبايه زيت، هنجيب بقى كده معلقتين زبده حلوين او سمنه المتاح عندك. بس ده بعد ما نلم العجينه خالص، يعني احنا ايه عجنا ولمت معانا، وبعد ما تلم معانا والطبق ينضف ونحس ان هي نعمت معانا كده في ايدينا، مش خشنه زي كده، هبتدي بقى ان انا ايه احط لها معلقتين بقى الزبده بتوعي او السمنه. هتقطع معايا في الاول، بس هتنعم وهتدي نتيجه افضل وافضل بصراحه يعني. فالمهم ان انا ايه هفضل بقى اعجن فيها، اكمل انا مع نفسي، وبعد كده هرجع لكم بعد ما اخلص خالص. بس انا قلت لكم انا هعمل ايه، لاني انا اكتر من مره عجنت معاكم، يعني احنا عجنا كتير قوي على القناه، فانا بحاول ان انا اختصر بس ايه معاكم وقت لا اكتر ولا اقل تمام. فالمهم ان انا هنفضل بقى نعجن فيها نعجن فيها لحد ما خلاص كده. بعد كده هغطيها واسيبها ان هي ايه تختمر تمام يا بنات. انا هنا كنت عجنتها وخلصت زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. هغطيها بفوطه نضيفه مخصصه للحاجات اللي زي دي، واروح سايباها كده بقى ايه تختمر مع نفسها. هكون انا شفت بقى ايه انا عايزه اعمل ايه، يعني هشوف كده الدنيا ورايا ايه. بقى عملت حبه حاجات بس ما صورتهاش معاكم. عملت بقى المحشي، وعملت طبق ملوخية، وكمان عملت حشية الفراخ دي. بصوا يا بنات الفراخ دي جميلة جدا، دي فراخ بلدي صغيرة حشو كده. انا اشتريت كده حبة، بس انا ايه ما يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنزله لكم في فيديو ايه المشتريات تمام. وعملت محشي. طبعا احنا خدنا كتير قوي مع بعض، وعندي المحشي في الفريزر، ده اخر طبق من احنا كنا مفرزينه من قبل رمضان اللهم بارك. فطبعا الحبه دوت اللي هم قعر الحله بقى، اللي هي الورق الاخضر، مع كمان الورق اللي هو ايه
من تحت كده بيبقى ايه زي محروقه شويه. انا اللي ببقى عامله كده يعني، مش انا شاطت مني، لا انا بديها تحروقه كده، اللي هو ايه الصف الاخير اللي هو بيبقى من تحت احنا بنحبه. لكن طبعا انت لو ظابطه الدنيا وظابطه النار على فكره مش هيجرى لها حاجه، وهتبقى زي الفل ومش هتشت منك اصلا خالص. المهم يا بنات انا هقول لكم انا بعمل ايه. انا بخدع، بجيب بصلايه بقطعها، اول ما تدبل معايا كده بنزل بفصين توم وقرن فلفل وبقلبهم، بعد كده بروح نازله بالايه بصلصه طماطم تتسبك معايا. بعد ما تتسبك بروح بقى ايه اسيبها تتسبك كده اهوت، واكون مقطعه الخضره مجهزه الرز بتاعي، وبعمل خلطه بحط لها ملح وفلفل وكمون وكزبره، وكمان بحط لها كاري. جربوا الكاري مع المحشي، طعمه تحفه تحفه تحفه. دي التوابل اللي انا ايه بحطها. تمام، خلصنا على كده. الكرنب عندي مسلوق وجاهز في الفريزر، ببتدي بقى ان انا احشي وارص في قلب الحله. يعني بسقي كده طبعا كنت عامله الفراخ دي، فكان عندي شوربه فراخ، فسقيت منه شوربه الفراخ. بخلي المحشي يكون متغطي كده ايه للصف الاخير ده، ما يكونش فيه زياده. تمام، بعد ما بخلص بسيبه بقى ايه على نار هاديه. المحشي والرز والمكرونه بحب ان انا اسويهم على نار هاديه. بعد ما بسويهم كده على نار هاديه يا بنات، بضطر ان انا ايه اول ما بيستوي معايا بجيب زيت على سمنه بقدحها كده اهو، وبعد كده بروح بقى ايه حطها بقى ايه على وش المحشي واروح مغطياه. عايزه اقول لكم ان الخطوه دي بتخلي المحشي اللهم بارك في حته تانية خالص. والفراخ نضفتها ونقعتها وحشيتها فريك، وسلقتها عادي كده بورق لوري وحبهان وبصلايه وطماطميه فاهميني. وبس خلاص كده، ده بالنسبه للايه للفراخ يعني. وعملت طبق ملوخيه وفضل نعمل عند ربنا وشويه مخلل. وعايزه اقول لكم ان الاكله كانت مية مية يعني، الحمد لله كلنا وشبعنا وانبسطنا كمان. بعد ما اتغدينا كانت هي اختمرت معايا العجينه، قمت كده يا بنات وقلت بقى ان انا ايه اشد حيلي كده بقى واقرصها. فبدات ان انا اهبط الاختمار وقرصتها كور زي ما انتم شايفين كده، وبقيت ان انا افردها بالنشابه اللي هي اليد دي الصغيره و... والفها كده زي رول، يعني ايه شبه الباتيه شويه، لكن هو مش باتيه. احنا بس هنلفها رول كده اهو، وتبداي بقى ان انت تحطيها في اي صينيه. هي عملت معايا صينيتين اللهم بارك. وصفار البيضه حطيت عليها معلقه لبن وقلبتها، وبدات ادهن بقى الوش. بس انا ما كانش عندي سمسم، فانا ما حطيتش سمسم على الوش. انا لو كان عندي سمسم كنت حطيت ايه منها على الوش. المهم بقى دخلت زي ما انتم شايفين كده المطبخ، يعني يشرح القلب شويه يعني. عندي كم مواعين كان فظيع جدا، الحمد لله خلصت كله. استعنت بالله كده وقلت ايه ادينا اتغدينا وخلصنا، الم دنيتي بقى وطباقي ودنيتي وحالي ومحتالي ومكان القرص والصواني والكلام ده. اغسل بقى وانضف كده واروق الدنيا. كل القرص بقى ايه استوت معايا كده كده، الفرن شغاله ورايا. يمكن اللي مشجعني الفتره دي ان انا ايدي على طول في المطبخ وبنضف، وان شاء الله باذن الله الروتينات اللي جايه تكون القادمه يعني هتكون فيها نشاط وفيها تحفيز كتير، لان هنبتدي بقى ان احنا نرتب دنيتنا بقى عشان العيد الكبير بقى. كل سنه وانتم طيبين، عيد الاضحى المبارك يعني خلاص كده على الابواب. فاحنا نهيئ نفسنا ونرتب نفسنا، ما ان احنا ما نزنقش نفسنا في الاخر نبقى عايزين نرتب ونعمل التنظيفات العميقه بتاعتنا. فهبتدي معاكم من المطبخ كالعاده، ان المطبخ بياخد وقت. معلش يا بنات التليفون عندي رن، كان معايا مكالمة. المهم يا بنات، فاحنا هنعمل زي كل مرة، هنبتدي من المطبخ، لان المطبخ بالنسبة لي انا بياخد وقت، لان تفاصيله كتيرة، وبحب ان انا ابقى يعني ملم بكل حاجة كده، والدنيا معايا احسن حاجة. ما بحبش ان انا افوت حاجة وكده، وبحب دايما ان انا اغير واجدد. فهتلاقوني بقى عمالة اشقلب كالعادة بقى، وهنمسك بقى المطبخ ان شاء الله باذن الله، هنفرمه فرمة حلوة كده مع بعض. فيلا ان شاء الله باذن الله نشجع مع بعض كده. ولو انتي متابعاني ابدأي معايا بقى من دلوقتي، شوفي الاجهزة الكهربائية اللي عندك، اغسلي كده غسالة حلو جدا، اغسلي الفريزر دي فريزر لو عندك، التلاجة، الحاجات دي ابدأي بيها. بس انا بما اني حاطه التلاجة بصراحه في اوضه الاطفال، فمش بحب باخدها من ضمن المطبخ، ببقى خارج المطبخ. لكن لو انتي حاجتك داخل المطبخ ابدأي بيها دلوقتي، خلصي الاجهزه كلها، بحيث لما تخشي على الظرف والسيراميك والارضيه والبوتاجاز والرخام والكلام ده، تكوني ان انتي ايه الحاجات التقيله مخلصاها. تمام تمام. اما بالنسبه بقى انا عشان انا حاطه التلاجة في اوضه الاطفال، فاخليها زي ما هي كده. وانا لما اروق اوضه الاطفال والكلام ده باخد لها يعني ايه في يوم كده، واكون جبت التسويقه بتاعتي، رتبت اموري فاهميني، ان انا ابقى هيأت نفسي. فتلاقوني بقى ان انا ايه مسكتها كده ايه مرشتها، وحطيت فيها بقى الحاجه اللي انا جبتها او المشروبات اللي انا جبتها. تمام تمام. بس المهم برضو عايزه اتكلم معاكم في حاجه حبيبه قلبي اللي كلمتني، ان على اولادنا، ان احنا ازاي نربيهم، ازاي ان انا اكون يعني مراعيهم اكتر حاجة. و ان انتي مثلا مهما الدنيا جت عليكي، ومهما الظروف، ومهما اكون انا يعني ايه
على نمط واحد مع اولادي. انا عارفه ان الظروف صعبه، وعارفه ان الدنيا وحشه علينا كلنا والله يا بنات، مش عليكم بس كده. يعني انا واحده من الناس بتقابلني ضربات صعبه جدا، فربنا يصلح لنا الحال يا رب، وييسر لنا كل عسير يا رب من عنده. فالمهم ان انا يعني مش موقفة على حاجة، ومش بنعطلها، بس اللي هي ايه، اصبح ان انتي بتبقي، يعني مش عارفه انا اقولها لكم ازاي، بس اللي هو يعني انا ببتدي ان انا اجي مثلا، اللهم صل على النبي، يعني انا مثلا عايزه ان انا اجي ابدا ان انا اعمل حاجه، بكون مركزه فيها اكتر حاجه. يعني انا خدت هدف وخلاص، قلت ان انا هعمل الحاجه دي، بحطها في دماغي، شئت ام ابيت، حصل ما حصلش، اي دروب بيحصل معايا ما بحطوش في حساباتي، بيعدي، ممكن يعطلني يوم يومين، لكن بفضل على نفس النمط هو. اهم حاجه عندي اولادي، لازم اهتم بيهم، اهتم باكلهم، اهتم بشربهم، اهتم بملبسهم، اهتم بتعليمهم. مش تعليم كتعليم دراسي بس، لكن كتعليم دراسي، والناس زي يكون مهتمية بيهم، وزي يعلمهم الصح والغلط، وزي يكونوا مؤدبين محترمين. شغل بقى ان الدلع، عندي الدلع بحدود، بدلع وبعمل لهم اللي نفسهم فيه، وبجيب لهم حاجات حلوه، بس معوداهم ان هم على القناعه. يا ماما احنا نفسنا في كذا، ماشي هجيب لكم، بس بابا لما يكون معاه فلوس، من هم صغيرين انا بادئه معاهم كده، فاحنا لازم نربيهم صح، احنا ما نعرفش الغيب في ايه، ما تعرفيش الدنيا مخبيه لك ايه بكره. فالدلع يا بنات مش معنى ان انت مثلا تعودي اولادك على الحاجات دي يبقى انت بقى مش مدلعه اولادك، لا انت كده مدلعاهم ومربياهم ومعوداهم على نمط معين في حياتك، من ان هما متدلعين بس في نفس الوقت فاهمين وشايفينه وحاسين بالمسؤوليه معاكي على نفس النمط، على نفس الخط، ان بكره وبعده هما دول اللي يطبطبوا عليكي، هما دول اللي يعني هيحموكي معنى اصح. فالمهم ان احنا لازم نربيهم صح، ونكون مفهمينهم ومعرفينهم الدنيا دي عبارة عن ايه، واحدة واحدة كده، ان هو البني ادم اصلا او الطفل اصلا. احنا بصوا يا بنات خلينا صراحة، احنا اصلا الجيل اللي طالع ده يعني ما شاء الله تبارك الله، هو فاهم حاجات احنا اصلا ما كناش نفهمها في وقتها. يعني احنا لو هنقارن سننا احنا زمان واحنا اطفال بسن اولادنا دلوقتي، احنا ما كناش نفهم حاجة. يعني كانت ماما ممكن تقول الحاجة مرة واتنين وعشرين، لا فهمنا لا ما فهمناش كمان. لكن اصبح دلوقتي ان احنا ما شاء الله، يعني انتي اصلا من قبل ما تتكلمي بوضوح بيكون الطفل اصلا عنده خلفية وفاهم. فبما ان العصر اتغير، والفكر اتغير، والنمط اتغير، فانتي ما تخجليش، وخليكي دايما عقليتك مش على ايامك، لا عقليتك على ايام الدنيا اللي انتي فيها. يعني مش معنى كده ان انا ابقى متفتحه زيادة عن اللزوم، واسيبهم يمسكوا الموبايل، واسيبهم يتفرجوا، واسيبهم يقل ادبهم، لا يعني اكون عقليتي متفتحة، فاهمة الدنيا ماشية معايا ازاي، عشان لما ابتدي ان انا اعلمهم او هربيهم، هاخد من نمط حياتي القديم بس بتعديل على الجديد. فاهميني؟ يعني انا مثلا متربية ان انا ما ينفعش اخرج بره، وفي يعني كان شدة في البيت، وما ينفعش ان انا اتاخر، وما ينفعش ان اروح عند صاحبتي، وما ينفعش وما ينفعش. لا اصبح ان انا ممكن ادي براح ان احنا مثلا، لا يا عايزه صاحبتك تيجي عادي، خليها لسه تيجي هنا، واقعدوا مثلا في الاوضه مع بعض والكلام دوت. بعد كده واحده واحده ادي الثقه لبنتي مثلا، ان هي ممكن تروح عند صاحبتها بعد ما انا ادخل البيت دوت، واعرف امها واعرف ابوها علاقه شخصيه، وابقى عرفت البنت وعرفت دنيتها في المدرسه ايه، ابقى ملمه بكل التفاصيل اللي حواليا. مش انا رايحه عند صاحبتي اقول لها ماشي حبيبتي يلا روحي فكي عن نفسك، وانا ما اعرفش صاحبتها دي عباره عن ايه، بيتهم ازاي، معاها يعني ولاد اخوات، يعني ولاد معاها ولا لا، امها عباره عن ايه، ابوها عباره عن ايه، الشارع، المكان، البيئه، هي في المدرسه نظامها ايه. فاهميني؟ فده بقى انتي تبداي تركزي فيه، ولازم تربيهم على كده. يعني انا دي وجهة نظري، لازم نربي اولادنا على كده، وان شاء الله ربنا ما يجيب لنا حاجة وحشة في اولادنا، ونشوفهم احسن الناس يا رب، اللهم امين. فان شاء الله لو انتي مشيتي على النمط ده يا حبيبتي، هتلاقي ان انتي كويسة وزي الفل وزي القشطة وما فيكيش اي حاجة، وربيتي اولادك، وكمان ربيتيهم تربية صحيحة، علمتيهم القيم الاسلامية، اديتيهم الفري والحرية بس بحدود، في حاجات ينفع نمشيها، في حاجات ما ينفعش نمشيها، اديتيهم الامان ان لو في اي حاجة، والامان والثقة التامة ان هم ييجوا يتكلموا معاك ويحكولك. انا يعني قبل شادية انا بعمل كده مع اياد، بيجي يقعد يتكلم معايا، ماما قالوا لي كذا، طب انت عملت ايه، ما عملتش حاجه، لا المره الجايه تعمل كذا، المره الجايه تقول للمس، لا لا عيب يا اياد، ما هم يقولوا بس انت ما تقولش،
احنا مؤدبين، احنا متربيين، احنا ما ينفعش نقول اللفظ ده، ما ينفعش نشتم كده. حاضر يا ماما. بصي يا ماما، بصي هو بيعمل ازاي واحنا جايين من الحضانه، بصي بقى بيتشعبط ازاي وما اعرفش ايه. فلو اقول له لا احنا كده ايه، احنا ما ينفعش نعمل كده، يقول لي عشان احنا ممكن نقع ونتعور ونموت، وساعتها احنا هنروح للدكتور هيدينا حقن كتير وهنتعب ومش هنشوف ماما تاني. اقول له شاطر يا ايه. فابدأ انت على نفس النمط، خلي الواد يحكي لك، خلي البنت تحكي لك، خليها تكون معاكي، سرها معاكي. ما تخليهاش تخاف ان هي تتكلم، ما تخليهاش تخاف ان هي تبقى بتخاف ان ماما ما لو عرفت يا لهوي هتموتني هتذبحني. ما تعوديش اولادك ان هم يكذبوا، وسبب الكذب ده لا اما انت هتعوديهم وتعلميهم نمط الكذب في امور معينه فياخدوها عاده ويكتسبوها، لا اما هيبداوا ان هم يكذبوا عليكي من خوفهم منك. ده ماما لو عرفت هتعمل فيا وهتسوي وي. لا انت بلاش تعملي كده، وابدأي بقى انت تعاملي بهذا المنطق ان انت ايه، اللهم صل على النبي، اديهم الامان والثقه ان انت مهما حكيتي ومهما اتكلمتي. يعني انا يد احيانا بيخاف وشادي نفس الحكايه، اقول لهم طب قولوا لي وانا مش هعمل لكم حاجه. يعني انا بقى فهمت اولادي ان هم خايفين. طبعا انت بيبقى ليكي وجهة نظر وليكي رؤية بتشوفيها مع اولادك، فانا كده فهمت ان اولادي خايفين. فانا بقى اديهم الامان ان هم لو قالوا لي انا مش هعمل لهم حاجه. وبالفعل المره دي انا لما هم بيقولوا لي انا مش بعمل لهم حاجه، بس بفهمهم بالراحه. لكن ممكن اوقات تانية بتعصب عليهم، بس يكفي ان هم لما بتقولي لهم لا انا مش هعمل لكم حاجه بيصدقوكي وبيمشوا وراكي او بيكملوا وراكي، فاهميني؟ فدي برضو بحد ذاتها حلوه مش وحشه. فحاولي ان انت تقربي على قد ما تقدري من اولادك وحبيهم واحتضنيهم وحسسيهم بحبك ده، لان بكره وبعده مش هتعرفي تعمليه معاهم. وهنا بقى كنا خلصنا زي ما انتوا شايفين كده، غسلنا بقى المواعين وشطبناها، اللهم بارك، خلصنا كمية المواعين كلها الحمد لله ان احنا خلصناها. وعشان لما انا بس ساعات لما بلاقي الحوض بتاعي مصفر شويه كده ومش عاجبني، مش اللمعه بتاعت الاساس الحلوه، بعمل ايه يا بنات، بحط كده زي معلقه اوكسي باودر بقى باهي، اي مسحوق اريال عندك يعني، باودر تمام، اي مسحوق باودر، وبروح بقى غاسله بيه وملمعاه بيبقى بيلمع زي القشطه زي ما انتم شايفين كده. وكانت القرص بتاعتي او خبز الحليب طلع بالشكل دوت، وكان سخن وانا كنت مغطياه زي ما انتم شايفين كده، بصوا مستوي من جوه ومورق وهش من جوه، اللهم بارك. عايزه اقول لكم ان بجد والله يا بنات كان ما شاء الله ما شاء الله، يعني حاجه اللهم بارك. المهم انا كنت عامله الصينيتين دول، عملت الصينيه اللي هي المستطيله ديت، وبعد كده عملت اللي هي المدوره دي، الباقي يعني من القرص تمام، او من خبز الحليب. فطبعا خبز الحليب في الصينيه اللي هي المستطيله دي بيبقى مشبك في قلب بعضه كده، بيدي منظر حلو وشكل حلو بصراحه. بصوا شايفين الجمال، طريه جدا، وعلى فكره هي سخنه، يعني انا كده سخنه مش عارفه امسكها. بصوا مفرغه من جوه ازاي، شايفين التوريقات والطبقات، اللهم بارك يعني. فجربوها بصراحة النتيجة تحفة تحفة تحفة، وما شاء الله تبارك الله بيقعد معايا 3 ايام او 4 ايام لحد ما يخلص. الدنيا حلوة اوي. جيت بقى على اخر اليوم كده عملت لي كوباية عصير حلوة، وكان انس طبعا مشاركني فيها. وقلت بقى ان انا دخلت كده على السرير، شغلت تكييفي، وقعدت بقى اتغطيت، والله يا بنات اتغطيت، وقلت بقى خلاص كده بقى اشرب كوبايه العصير دي بقى في روقان كده، في مزاج اتمزج بيها. ف يعني بحب انهي بقى معاكم الفيديو بقى في سكه الروقان دي. ده كان بقى روتين يوم الجمعه، كان روتين بسيط كده سهل وسريع. وانا كل يوم يا بنات بفتح معاكم بث مباشر الصبح اول ما بصحى عندكم من الساعه 8:30، ببدا من يوم الجمعه والسبت من 8:30 لاي وقت لحد 10 او 11. ممكن في الاوقات دي بفتح، لكن باجي في ايام اللي هي الحضانه بفتح بقى من ساعه 9:30 كده او 10 تمام. بس يا بنات فالمهم ان انا شربت كوبايه العصير وقعدت شويه وبعد كده نمت، وده كان يوم وده كان روتيني. يا رب ينال اعجابكم، ومتنسوش بقى في اللايك والشير مع اصحابكم وحبايبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.